ورحمة الله وبركاته. أنا إسراء يوسف الخليل. بدي أحكي لكم قصة شو صارت بيوم سلطان سليمان الشرق محمد الداسم أبو عمشي. أنا عنده هو إخوات شباب وهو اسمه أبو عمشي. أنا هو نسوانه بتركيا وأنا قاعدة بسوريا، وجوزي عنصر عندهم باللواء، ولكن قلت لهم أنا بغسلكم ثيابكم وتردد عليكم شو بينقصكم شو بهي، أنا بغسلكم ثيابكم شو بتشتروا طبخة أنا بخدلكم مثل أختكم الصغيرة. قال لي أبصرات إيه يا أخي، هدوليك يعني فرايين إنه صغار مو هالواعيين، سيف والثاني يونس. إيه إجا أبصرات صار يعطيني ثياب وأغسل له إياهم، يشتري طبخات بطبخ له إياهم، يتردد لعنا على البيت، راتب جوزي مدله. إيه هو صار يتردد إذا مو معه بنتي صغيرة، إذا مو معه يعطيه، هيك تردد لعنا على البيت وأغسل له ثيابه، ولا الله يقدرني عليه اشتغل يعني. إيه وقت لا أخوه صار يفوت عنا على البيت أبصرات، إجا سفر مرة من المرات على تركيا، وإجا لعنا الساعة 12 بالليل، فات لعنا على البيت، سحب الجوالات وسلاح منا. جوزي مكسورة اجره 3 كسورة، قاعد الدكتور عم يلفله اياها، عم يعقم له اياها، بده يلفله اياها. ايه وقف وقت سحب الجوالات وسلاح منا كلياته. اجا قال له يا معلم ليك اجر افادي كثير تعبانة، يعني بجوز يصير معه غرغرين الزلمة، حرام بده معالج. قال له بجوز يحتاج يفكه كمان. اجا قال له البسوا روحوا على الأمنية لجوزي. اجا انا وقفت بباب البيت، اجا قال لي البسي وروحي على اختي انت ومرت اخوي. قلت له ماشي، وانا بقول له ابو عمشي انت ما بتتدخل فيهم، الي جوز كلام معاهم. اخذ جوازنا على الأمنية وفات. اخوه سيف واقف له على الباب، فصل الكهرباء علينا. فات ابو عمشي شغل ضو جواله ووقف، ضربني الي اول كف الثاني، قال ليك انت وحده فلتانه. قلت له انا يا معلم الله يسامحك ليش شو شفت مني انا بسوي معاكم غير كل خير، وانا اختكم الصغيره بضل يعني شو عملت لك يا معلم؟ ضرب بنتي الصغيره وضرب سلفتي. قلت له بخير شو في يا معلم ليش هيك عم تضربنا؟ شو عاملي لك؟ قالوا ليك ما عيب عليك تفوتي اخوي، انا فكرت جاي ينصحني اني انا اقلع اخوه. قلت له الله يسامحك يا معلم والله لا، انا حامل صار لي 3 اشهر، صار لي 6 سنين متجوزه، كل 4-5 سنين لاحبل ببطن. جبت بنتي وبعده ما عاد تحبلت، بعده حبلت صار لي 3 اشهر. اجا هو شدني من شعري وسحبني، وطرقت اجري بالديوان تفشكلت. هو عم يشدني من شعري طبعا، شحطني على الغرفه ونزل الباب علينا. كنت حامل صار لي 3 اشهر نزلت. فوتني لجوا على الغرفة، شدني من شعري، خرطش الفرد علي، قال طلعي وليك أنا بصفي لكم جوزك وابن حماكي، وما بخسر غير طلقتين من 150. قلت الله يسامحك يا معلم والله أنا مالي غيرهم، لا لي إخوة ولا لي أب ولا لي حدا أنا سند إني استند عليه، مالي غير الله دخيل اسمه وكرمه. قال طلعي وليك والله ديكم ما بدفعها، بصفي العيلة وما فيها. قلت مشان الله يا معلم بنت صغيرة وانا ما مستعدة تموت قدامي، شو بدك؟ ما لقيت غير واحد شق ثياب علي، وصارت معي حالة اغتصاب. ونزلت كنت حامل صار لي 3 اشهر. اغتصبني ووقف على الباب، وقف على طالعني من الغرفة، قالوا ليك بس ان حكيتي اني انا فت لعندك بدي صفي لك جوزك وابن حماكي. قلت له مشان الله يا معلم استوري علي بعد ما سويت شيء، لو خلص الله بيستر على بيستر، والله انا ماني عامله شيء، ولا يوم اذيتكم، ولا يوم حدا شاف مني شيء، ولا بزعل حدا مني، ومالي غير الله تستر اذا ما شفت مني مشان الله. قال ما بتدري جوزك ان شاء الله صفي لك اياه. قلت له خلص معلم والله ما رح دري. جاب جوزي من الأمنية ضربه كفين وفوته. فات جوزي لعنا لقاني عم ببكي، قال شو فيكي؟ قلت له ما بشي ابدا. قال شو فيكي؟ قلت له والله ما بشي، حلفت بالله كذب، اضطريت طبعا. اجت
اجى جوزي ما دقق علي، بس بوثق فيي اني انا ما عندي هالشغلات ابدا، بس هن ولادين حرام. يعني غار من اخونا انه عم بفوت لعنا واغتصبني وفكر شرفي لعبه بايديهم، ومو بس انا اللي اغتصبني، كذا نسوان. الشيخ حديد يلي بنفسه يفوت يغتصبها ياخذ جوزها على الأمنية، ونسوان كثير نزلت ونسوان كثير تفضحت على ايده، الله لا يوفقه. ثاني مرة بعت وراي قال له لجوزي روح جيب لي مصاري من عند الشيخ ابراهيم. جينا لقانا على طريق الشيخ حديد، وقف بنص الطريق سيارته المصفحة، وقف متفق هو واخوه سيد، بس نحن ما دايرتنا الوسطى، مع اساس حلف يمين انه ما عاد يقرب صوبي، انه لا يدشرني بحالي. هو جايته غايته لعندي نكايب اخوه، لان مفكرين شرفي لعبه بايديهم. إيه وقف قال له مين ماخذ معك؟ قال له عيالي. قال له ليش جابها معك بالليل؟ قال له يا معلم ما قلت لي الخبة انت وقلت لي الدنيا مقطعه. اجى قال له ايه ماشي هات له وسط على البيت. اجى طلعت بجوزي، انا فزعت اطلع معه بالسياره، زلمه غريب هو اسمه معلم، لا بيقربنا ولا بيكلنا، بس معلمهم باللواء، وجوزي عم يترزق الله. اجت طلعت معه بالسياره، قلت له مشان الله دشرني بحالي على اساس انا مثل بنتك اليمامه. اجى قال لي وليك؟ وليك انا ما بدشرك بحالي. قلت له مشان الله يا معلم، ما لقيت غير واحد دفش راسي على باب السياره، هيك ما حسيت على الدنيا لو وصلت على باب البيت. اجى صحاني وكت علي مي، بس كانت هون صايره حالة اغتصاب. كت علي المي صحاني، جيت انا فزعت فورا نزلت. كانت زايره امي صار لي 3 سنين ما شفتها، زايره عنا. جيت نزلت خفت اطلع امي على الباب، شو بدي احكي انا حريمه ما بقدر افتح حالي. نزلت انا هون خطر على بالي انه هددت صفاية جوزي. جيت فورا نزلت رفعت التليفون على جوزي، قلت له وينك انت؟ اجى قال لي انا مع سيف الشيخ حديد، تدير بالك على حالك. قال لي في شيء؟ قلت له لا ما في شيء. قال لي صوتك ما عم يطلع. قلت له ما في شيء، بس تكون انت بخير، دير بالك على حالك ولا تطول على البيت. قال ماشي تمام يلا انت ديري بالك على حالك سلام. ما في نص ساعة اجى جوزي على البيت. اجى لاني عم بكي، قال لك ليش انت كل ما بنطلع مشوار بتبكي؟ خير فيكي شيء؟ قلت له ما في شيء والله يا زلمه بطني عم توجعني. قال ماشي تمام يلا. نيم الصغيرة عم تبكي، نيمتها وجوزي ما شك بهالامور، انه عم بيسالني ليش عم تبكي، بس انا ما قلت له. اجت مرة من الايام خبر له، قال له لجوزي ارواح من الحق محرمة خذ حرمتك معك. قال له جوزي ماشي يا معلم. وقت قال له ماشي وسخان في جوزي ومعتبره اخوه الكبير، قال له ماشي يا معلم راح اجيب مرتي وروح نحقق مع حرمي. قال له بس خير شوف يا معلم. قال له في وحده بكيكين نروح نحقق معها. قال له خير ان شاء الله. اجى اخذني جوزي ورحنا معه بالمصفحه، مر اخذنا هو بالباب، رحنا معه بالمصفحه هيك لبيت، وقفنا عند باب البيت. اجى قال له جوزي وقف على الباب انا فايت حقق انا وحرمتك معاها. هون جوزي وسخان فيهم ومعتبرهم اخواته. ايه اجى وقف جوزي على الباب وفتنا وما لقيت غير واحد نجر الباب وراي، تاري ما في حرمه. اجى رجع بده يغتصبني، بدي ولول قال لي طالع خرطش الفرد هيك وحط الطلقه ببيت النار وبده يقوز جوزي يصفيه على الباب. قلت له مشان الله يا معلم. اجى قال لي فوتي لجوا، هو صار يعلي صوته انه عزاز عم نحقق مع حرمه، فوتي نحقق معه. جيت انا هون فزعت، فتت وخرطش الفرد علي حطه براسي هيك لفت على الغرفه، صارت حالة اغتصاب. طلعت لبرا على جوزي عم ببكي. اجى قال لي ليش عم تبكي؟ قلت له ما في شيء فزعت من هي الحرمه، بس انا ما استجبت له شو صار، انه عم يغتصبني هو كمان ضابع الكل انه ما بنستجر نحكي معه. اجاني قلت له لجوزي ما عاد اجي حقق مع النسوان انا. قال ليش؟ قلت له خلص انا ما عاد اجي احقق مع هيك نسوان حرام، انا بفزع من هيك شغلات. قال لي لا انا كل ما طلبتك، هو قدام جوزي قال لي ليك كل ما طلبتك انا بجيبك بشدك من شعرك وبجيبك بتحققي معي، فهمتي ولا لا؟ بس هو مو قاصد هيك، هو كل ما طلبني انه يجي بموقف يغتصبني. قلت له مشان الله دشرني بحالي. قال لي طول ما انت من طرف او سراج انا ما رح دشرك بحالي، ولا تفكر رح دشرك بحالي. راحت ايام اجت ايام،
انكسر ظهري، كنت عم بغسل وانكسر ظهري. اجا وقت انكسر ظهري اخذوا جبروني اياه وقعدت بالفرشة، صرت ما اقدر فوت على الحمام. اجا هو خبر له لجوزي، كان جوزي عم يصلح الرنج تبعته السيارة، خبر له لجوزي، قال له شو عم تساوي؟ قال له يا معلم هلا جيت على البيت والله بدي اعلق لها سيرون لحبيبتي. قال له ماشي تعال لعندي شوي، جيب السيارة صلحتها وتعالي. ركب هو وياه بالسيارة وقال له اليوم ما نطلع مشوار. قال له والله يا معلم مرتي مكسور ظهرها وما بقدر طالع، جوزي ما شاف بهاي الامور ابدا. قال له خير ان شاء الله. بلا اجا نزل قال له روح على القيادة المجهر. اخذوا على القيادة، وقفوا قال له جوزي كان طارق حادث ما بقصده او السيارة طرق فيه وعطل جنط السيارة وصلح لهم اياه من جيبه راتبه خلانا بلا اكل وصلح لهم اياه. اجا قال له من شو طارق هيك جنط السيارة؟ قال له والله يا معلم ما بقصدي طرقت حادث وصلحت لكم اياه وسويته احسن من اول. اجا جابوا عدة القتل ودولبوا جوزي 3 ساعات، بس هو تحجج عليه لانه ما فعل يطالعني ويطلع، انا مكسور ظهري. اجا تحجج عليه وضربه 3 ساعات وحبسه 2 ساعة بالسجن، وكان بده يقوسه يقتله قتل يعني، رش مخزن على السما، وكان بده يرشه ما بده يرش انه على السما، بده يرشه يقتله يذبحه لانه ما فعلنا نطلع معه. وهذا صار معي، بتمنى الكل يساعدني، وكل مين بيحب الله بتمنى الكل يساعدني، والله يقويكم ويحميكم، والسلام عليكم.